وبكده أكون عرفتك إن تطوير الذات الرحلة اللي بتبدأ من جواك عشان تكون نسخة أفضل من نفسك، مش بس عشان تغير حياتك لكن عشان تعيشها بمعنى أكبر وثقة أعلى. تطوير الذات ده مش رفاهية، ده استثمار فيك وفي المستقبل وفي أحلامك. طب إزاي نبدأ بقى رحلة تطوير الذات؟ حط قدام عينيك هدف واضح، أصل النجاح بيبدأ من هنا. اعرف اللي أنت عايز تحققه واكتب أهدافك بشكل ملموس تقدر تقيسه. اعترف بنقط ضعفك، كلنا عندنا حاجات محتاجة تحسين. أول خطوة للتطوير إنك تكون صادق مع نفسك وتشوف إزاي ممكن تتطور. استغل وقتك بذكاء، الوقت هو أغلى مورد حق، فبدل ما تضيعه في حاجات ملهاش لازمة استخدمه في حاجات مهمة تقدر تطورك. اقرا واتعلم دايما، المعرفة هي أهم سلاح عشان تقدر تتغير. فخلي القراية جزء من يومك حتى لو 10 دقايق كل يوم. اعمل عادات إيجابية، أصل النجاح ده مش حاجة لحظية كده هتحصل فجأة، لا ده نتاج عادات بتستمر وتتكرر كل يوم. فحدد العادات اللي ممكن تضيف لحياتك وتغيرها وابدأ فيها خطوة خطوة. واجه مخاوفك، التغيير الحقيقي بيبدأ لما تخرج من منطقة الراحة لمنطقة التعب. جرب حاجة جديدة حتى لو حسيت بخوف، لأن التغيير الحقيقي بيبدأ من هنا. خلي حواليك دايما ناس تدعمك، أصل البيئة اللي حواليك مهمة جدا وهتأثر فيك بشكل كبير. فاختار حواليك ناس تشجعك، تزقك لقدام بدل ما يقفوا في وشك. اهتم بصحتك الجسدية والنفسية، العقل والجسم جزئين ما بيتفرقوش. لما تهتم بصحتك هتبقى قادر تركز وتبدع. اتعلم من غلطاتك، الفشل مش نهاية لكنه درس، فكل مرة تغلط فيها اسأل نفسك ايه اللي انت محتاج تطوره علشان تتحسن بعد كده. خليك صبور، تطوير الذات دي مش حاجة سهلة هتحصل فجأة، لا، النجاح بيحتاج استمرارية، وكل خطوة صغيرة بتقربك من الخطوة الصغيرة اللي بعديها عشان يبقوا على بعض خطوة كبيرة توصلك لهدفك. في النهاية تطوير الذات هو وعد منك لنفسك إنك تستمر، تحاول، تتعلم، تكبر. فمش تنمية بشرية بس، كل يوم جديد هو فرصة لبداية جديدة.